أعرف بحضرتك في البداية؟ محمد الملكي رئيس اتحاد العاملين بجامعة بورسعيد وعضو نقابة العاملين بجامعة بورسعيد. بس أنا حضرتك طيب. طيب ربنا يخليك يا رب. أنا عايز أعرف إيه المتطلب اللي مطلوبة من يعيش حرية عدالة اجتماعية زي ما انا بس. هنا في واحد بيعمل كل الكيان للإخوان، كل حاجة بقت له حاشية بس من الإخوان. كل موظفين الجامعة المطالب بتاعت موظفين الجامعة المشروعة بيسمع شغل خالص، بقاله 4 شهور ما بيقابلناش، بيأخر المكافآت، بيأخر مكافآت الامتحانات عشان ما نطالبش بعد كده بالحاجات اللي لينا. المعاملة السيئة جدا من بابه مقفول دايما الا في وش الاخوان. ما بيعينش بورسعيديه، بيعين ناس من الشرقيه. هل الموظفين اللي منتمين لجماعة الإخوان ليهم القوة في لهم الأولوية؟ في القرار، لهم محطوطين في الصناديق اللي بياخدوا فيها فلوس، محطوطين في كل حاجه، وهم مصادر قوه، يعني هم مراكز قوه في اماكنهم. حتى لو هم مش كده، حتى لو ما لهمش ان هم يشتغلوا يمسكوا حتى لو عندهم جزاءات مش عندهم جزاءات عشان يمسكوا. فهي دلوقتي يشيل الجزاءات عشان خاطر عشان يمسكوا عميد. يمسكوا عميد؟ في كليه التربيه الرياضيه. يعني عميد كليه التربيه الرياضيه عليه جزاءات؟ لا، ده اللي هو اللي هينزلوا انتخابات دلوقتي فيهم واحد منهم المفروض ما يبقاش عليه جزاءات. غير كمان ان هو بيجي على الناس الثوريين او الناس اللي بيطالبوا بحقوق الناس اللي هم المفروض اعضاء النقابه او اللي زمايلهم منتخبينهم، بيقوم مديهم جزاءات طبعا عشان يرهبهم ويرهب زمايلهم، عشان خاطر اي حد يصوت اي اختلاف بقى في الاراء السياسيه. يعني انا مره احتجيت ان هو جاب العوا وما رضاش يجيب حمدين صباحي، انا جزائي منه ان انا اخدت 15 يوم جزاء، مع ان الموضوع ده كان بره الجامعه. انا جزاكي منه ان انا اخدت 15 يوم. غير الناس عشان بيطالب بحقها وحق الاعتصام، ده حق الاضراب، حق تدخله الدوله وتدخله القوانين الدوليه، هو بيدي لزمايلنا بال 15 وبال 40 يوم عشان بيضربوا، عشان يطالبوا لزمايلهم بعداله، وبيطالبوا لزمايلهم بالفلوس اللي الناس انا بس عايزاك حضرتك تركز لي على النقطه ديت. حضرتك لما طالبت ان استاذ حمدين صباحي يجي نوات يعمل ندوه، كان يوم الخميس ندوه حمدين صباحي، تمام، يوم السبت ندوه العوا، تمام. هم وافقوا للعوا وما وافقوش لحمدين صباحي، تمام. طبعا احنا وكان في شباب من المصريين احرار وكان في شباب من الثوره موجودين، وانا وقفت قلت له ان انت للعوا، ان انت وانت واقف وبتتكلم عن الثوره جنبك واحده كانت امينه المراه في الحزب الوطني اللي هي ناس الشيخ، اللي هي نائب رئيس الجامعه دلوقتي، واللي هي دلوقتي تقريبا بتدافع عن الاخوان وعامله صفحه لمحمد مرسي. طبعا الدنيا هاجت والدنيا اتعملت، الناس بقى قاموا وقلت له انت ظالم، عشان انت ظالم عشان اللي ما يدخلش صباحي ودخل العوا. طبعا الدنيا اتقلبت. بعد كده اتطور الموضوع لان انا خدت 15 يوم، رغم ان كان يوم اجازه، رغم ان هو يوم كان معمول في كليه هندسه، بس ده كان معمول عام للدنيا كلها، لكن احنا عشان تحت ايده بقينا بناخد جزاءات. بيدي جزاءات للناس اللي بتكتب على النت، بيشغل ناس جواسيس عنده عشان للموظفين اللي بيكتبوا على النت وياخدوا جزاءات. لسه واحد زميلنا اسمه احمد عبد الجليل اخد 10 ايام عشان كاتب على النت. كاتب على النت ايه؟ كاتب على النت احذروا يا جماعه بورسعيد ان الاطرس لو انتم ما عملتوش كذا هيعمل فيكم كذا وكذا وكذا وكذا، وان الناس اهالي الشهداء هيعملوا معاكم كذا وكذا. يعني ناقل حاجه بينبه بها الجامعه، بس ما عجبتش الرئيس وما عجبتش اللي عارضينه عليه. يعني رئيس الجامعه اللي بيعبر عن رايه على الفيسبوك ما عندوش الكلام ده، ما هم لا يؤمنوا بالديمقراطيه، واحنا مش احرار حتى في بيوتنا، حتى في حريه الناس. طب لو في موظفين كاتبين اراء ضد الاخوان او ضد الجامعه على صفحتهم بيحصل لهم حاجه؟ على صفحه مين؟ على صفحه الشيخ. بيراقب اللي هو الاعضاء الناشطين وبيدوم جزاءات على الكتابه في النت، وفي ناس متحقق معاهم دلوقتي كمان على الكتابه في النت. اخر واحد اخد جزء على الكتابه في النت اسمه احمد عبد الجليل، بيجمعوا دلوقتي لناس عشان احنا وقفنا واعتصمنا وهو بيشوفنا. هل بقى الكلام اللي بيكتبوه على النت بيبقى لازم يكون ضد الاخوان، ضد سياسه الجامعه؟ طبعا دول بيتجازوا. ده ضد اي حاجه ضد الاخوان، ضد سياسه السيد رئيس الجامعه. بقول لحضرتك ناس بتقبض فلوس عشان تجمع للناس دي، تجمع لنا داتا وتديها رئيس الجامعه عشان يدينا بيها جزاءات. مشغل مراكز القوة بتاعت الشؤون القانونية اللي كانوا بيديهم هم جزاءات، اللي كانوا بيدوا للطلبة الأخوان جزاءات قبل كده
من غير اي تحقيق بالتحقيق السوري، مشغلهم نفسهم بس ضدنا. عمرنا ما سمعنا على جزائر 15 يوم ووقف، كان واقف دكاتره 9 شهور عشان رافعين قضيه ضده اللي هم كاسبينها. معانا حكم محكمه نهائي ببطلان المجمع الانتخابي لجامعه بورسعيد، والمفروض ينفذه، هو ما بيستلموش، ورايح محول الناس اللي رفعت القضيه عليه دي حولهم 3 اشهر للايقاف، لغايه ما راحوا ركعوا قدامه لان ما فيش حد ساندهم. 5 اعضاء هيئه التدريس من كليه تمريض. فالراجل ده باي حق يقعد. احنا على فكره احنا بنصور عليه من قبل اصلا الثوره، من قبل 30/6 احنا بنصور عليه. الناس عامل للجامعه رعب بالجزاءات. احنا معرضين كلنا عشان كنا بنتظاهر ضد الاخوان، معرضين ان احنا نتوقف، معرضين ان احنا يتخرب بيوتنا، واتقال لنا كده فعلا ان احنا نروح النيابه الاداريه بحاجات طبعا ملفقه عاملينها له كلاب المرشد. حضرتك قلت لي لما حصل ان طالبت خدت 15 يوم. هل حد حصل له كده غير حضرتك؟ لا، لان انا اللي وقفت وانا اللي كنت بالصدر. انا حضرتك حتى من قبل ما ابقى رئيس اتحاد العاملين، احنا عندنا جمعيه للعاملين اسمها جمعيه الخدمات، جمعيه الخدمات للاسره والمجتمع لجامعه بورسعيد. انا رئيس مجلس الاداره. انا بطالب للعاملين من قبل ما نعمل اتحاد للعاملين. احنا عملنا اتحاد لعاملين جامعات مصر كلها، لان هم ادوا اعضاء التدريس فلوس، احنا ما خدناش، ادولهم زودوهم من 1000 ل 3000 ونص على مرتباتهم. احنا اقدم موظف عندنا بياخد 2000 ونص. فلما بدانا نطالب ان لنا حقوق وان الدوله هي فيها فلوس، اشمعنى بتيجي علينا احنا؟ طبعا ازاي تقسمها؟ هو بدا يقسم الدوله الجامعه لفئات. عضو هيئه التدريس ده هم الساده، موظفين دول العبيد اللي تحتهم. فاحنا طبعا ما كناش نرضى بكده. حتى الدكاتره اللي هم الاحرار، الدكاتره الكويسين بقوا برضه بيدوس عليهم. حضرتك انا بتهمه اتهام رسمي ومحضر رسمي ان هو بيستخدم ادوات الجامعه وعربيات الجامعه لنقل المتظاهرين للرابعه، وعربيته بتروح التوحيد كل يوم. كانت عربيه الجامعه، انا عايزه بس ركز لي في دي. عربيات الجامعه كانت بتودي المتظاهرين لغايه 30/6، وهو يوم الاربعاء كان بيقابل الرئيس، 30/6 كان الاربعاء اللي قبل 30/6 كان بيقابل محمد مرسي في الاجتماع اللي هو كان عامله في الخطبه ال3 ساعات دي، وكان مودي معاه ناس تروح تقعد في رابعه. يعني هو الجامعه طلع من غير امر شغل. من غير امر شغل، من غير اي حاجه، عشان طبعا ما تتكتبش، ما ينفعش تتكتب انها طالعه للاخوان. عربيته هناك، عربيه رئيس الجامعه المرسيدس بتروح عند جامعه التوحيد. طب انا اضمن منين في ظل الاقتتال اللي هم بيعملوه في اهالي مصر؟ طب هو اللي بينقلهم دولت من طلاب ولا من اهالي بورسعيد؟ طلاب واهالي بورسعيد وموظفين من الجامعه واعضاء الحريه والعداله هنا عارفينهم، واحد منهم سمير حموده امين ده يركب عربيه الجامعه ليه؟ امين اللي هو التنظيم بتاعهم. يركب عربيه الجامعه، تورست الجامعه. يركب عربيه الجامعه ليه؟ ده ما بيديهولناش. دول اتنقلوا بيها العربيه العدويه؟ رابعه قبل 30/6. موظفين بيروحوا رابعه ما نعرفش عنهم حاجه. موظفين تبعه بيروحوا رابعه ما نعرفش. طب هما بيعملوا كده مقابل ايه؟ مقابل اللي ايه؟ اللي طبعا هو الناس دي كلها مسخره للجماعه، مش مسخره انها تخدم الجامعه. يعني هو مكانه لو المرشد بتاعه قال له اخربها هيخربها، لو قال له ولعها هيولعها. اقول لك مفاجاه، الراجل ده كان بيدينا 5 ايام، بعد كده يخصم الحوافز. عارفه حضرتك الشهر ده بيديني الموظفين كام يوم؟ بيديلهم 15 يوم اجازه، من حقهم ياخدوا 15 يوم اجازه، و15 يوم اجازه الشهر اللي جاي. 15 يوم غير الجمعه والسبت والحد دول راحه. يعني حضرتك الموظف ممكن ما يجيش الا يوم واحد في الاسبوع، او يوم واحد في الاسبوع، او 3 ايام في الشهر. وبقيه الايام اجازه طبعا، عشان ينقل الناس اللي تقعد في رابعه تقعد براحتها، والناس اللي بتتظاهر ضده تقعد. كان منع عننا الامتحانات، مكافاه الامتحانات اللي المفروض نقبضها في 6 لسه مديها لنا لما اتظاهرنا ضده. باي اسلوب، ولا عنده امانه ولا عندهم امانه هم، ولا اضمن ان هي عربيته او الجامعه او مصاريف الجامعه دي كلها تروح تشتري بيها قنبله او مسدس او طلقه تتضرب في وجه جندي او مصري. هو دي سبب. يعني هي اتوبيسات وكمان موارد ماديه؟ اكيد. بص انا الموارد الماديه ديت اكيد في مناقصات مشبوهه على بوابه الوقت الالكترونيه منشوره كده في الجهاز المركزي اللي هم برضه. لكن انا بقول لحضرتك انا مش ضامن دلوقتي. لو هو قال له الناس في ظل الاقتتال اللي بيعملوه الاخوان ضد الشعب المصري كله، لو المرشد بتاعه قال له بوظ الجامعه واخرب الجامعه وولع الجامعه، هل مش هيعملوا كده؟ هيعمل كده ولا لا؟
يبقى لان هو ما بيتامرش لحكم الجامعه ولا وهل في تدعيم بيدعم الناس اللي في جامعه التوحيد برضو هنا؟ والله المادي انا ما شفتوش، بس طب هو الأتوبيسات كفايه ان هو لا هو بيروح بعربيته دلوقتي. الاتوبيسات كانت بتروح مصر، هو بيروح بعربيته لغايه دلوقتي بيروح التوحيد. انا اضمن ان هو شايل واحد فلسطيني، حاطط سلاح في عربيته تتنقل من هنا لهنا، لان دي عربيه طبعا حكومه ومتفيمه وعربيه مرسيدس، محدش كتير هيوقفها يعترض. شكرا جدا. ربنا يخليك يا رب.